بالنسبة للحركة التشكيلية في المنطقة، أنا أكرر دائما كلمة متفائل جدا بالمنطقة. الجميل فيه أن في مواهب متعددة من مناطق كثيرة من مناطق القطيف، لهم الطابع اللي يميز فيه المنطقة أو الحركة والفنانين هم الناس صادقين. أنا أتوقع السبب الحقيقي هي البيئة القطيفية أو البيئة المحلية هنا لا زالت ما احتكت وما تشوهت بحركات وثقافات خارجية ربما تأثر. لذلك حتى في مناطق المملكة لما نزورها يذكروا هذه النقطة، إن البساطة هي أجمل شيء في الفنان. عادة لو حضرنا في بعض ثقافات أخرى في داخل المملكة فيها بيئات غير متوازنة فنيا نتيجة اختلاف الثقافات، وهذا مهم جدا بعض الأحيان يكون، لكن الصدق داخل العمل والتجارة وغيرها أثرت بشكل سلبي على جوانب كثيرة في حياتهم. لكن على مستوى المنطقة الشرقية وعلى مستوى فنانين القطيف لا زالت الآن البيئة هذه الجميلة والبسيطة مؤثرة بشكل إيجابي على الحركة التشكيلية في المنطقة. بداياتك الفنية كيف كانت؟ أنا نسيمة أنا حيث فنانة تشكيلية، خريجة جامعة الملك فيصل، بكالوريوس إمارة داخلية. بعدين خلصت الماستر أونلاين من الجامعة الافتراضية الدولية في بريطانيا. الرسم كان كبداية لي هواية من يوم كنت طفلة، كنت أرسم دائما في الإجازات في أوقات الفراغ باستمرار، أتابع برامج الرسم والتشكيل. بدأت في الفن كعرض من سنة أولى جامعة عام 1999-2000. كانت البداية عبارة عن لاحقة رسمة البيت بسبب تغيير بسيط في الديكور، كيف طلب مني الوالد إني أرسم لها، رسمت لها هذه وتعلقت. بعدها سويت مجموعة من المحاولات، عرضتها بالليكرات موجودة في البيت عشان نتيجة. لما كانت الصباح لقيت إنهم قاعدين يثنوا على هذه اللوحات، فاستمريت في التجربة اللي خلاني أمشي في مجال الفن التشكيلي أو التجريد بالتحديد. وممكن أنا من محبين لغة الصمت، بعيدة جدا جدا عن لغة الكلام. حاولت إني أترجم الأشياء الموجودة عندي أو أحاسيسي بطريقة غير مفهومة، بحيث إني ما أخطط فيها لوحدي وتكون معروضة بطريقة اللي ممكن أنا أحلها.
السعودية ليلى إبراهيم مان الله، طبعا من القديم من المملكة السعودية. بداياتي الفنية دخلت مركز الخدمة الاجتماعية، تعلمت كذا دورة. أنا 3 دورات تقريبا عند الأستاذة سهيل الجوهري. تخصصت في أويل كلر الزيتي طبعا، وشاركت في كذا معرض خلال هذه الدورات. كانت كل سنة معرض سنوي، ولي مشاركات داخل المملكة وخارج المملكة. طيب كلمينا عن تجربة. هذا أول معرض ثنائي أسويه. طبعا أنا والفنانة سمية عبد الهاي. تجربتي تعتمد يعني أو نقول تجربتي كانت مثلا في الواقعي أعتمد على التشخيص، وأنقل لوحات يعني مش مثل ما أشوفها ببصري بس ببصيرتي، وأحط إحساسي فيها، تعبير